مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية حاجات حلوة قوي كده من حاجات الافران الجميلة اللي طبعا كلنا بنحبها وكلنا بنجيبها. بس احنا دلوقتي بنعمل في البيت بدل ما نجيب من بره بالغالي. هنعمل تشكيلة حلوة قوي قوي من المعجنات. هنعمل بقى باتيه، وهنعمل قرص بالعجوة وقرص بالسمسم، وهنعمل كرواسون، هنعمل حاجات جميلة جدا من كيلو دقيق. بس قبل ما ابدا الفيديو، حابه اشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله كل خير يا رب. يلا بقى في البدايه نقول بسم الله ونشوف مقدرنا ايه. جبت بوله حطيت فيها كوبايه ميه من الحنفيه، ولا هي سخنه ولا اي حاجه ولا هي دافيه. وبعد كده هجيب بقى كيس كده من الخميره، 3 معالق من السكر او 4. مقاديرنا بسيطه وسهله، وبجد هتطلع جميلة جدا جدا المعجنات اللي هنعملها النهاردة. قلبت تقليبة كويسة. بعد كده هنزل كوباية الا ربع من الزيت ويكون نوع نضيف. وبعد كده هنزل بمعلقتين من الخل. شايفين قد ايه مقاديرنا بسيطة وسهلة. بعد كده هحط بقى معلقتين من الخل، والخل هنا هيخلي المعجنات بتاعتنا هشة وطرية. هقلبهم شوية كده صغيرين. وبعد كده هحط بقى كده البولة على جنب، ونروح للمواد الجافة. في بولة تانية جبت كيلو من الدقيق ونخلته كده. وبعد كده احط معلقة كبيرة بيكنج باودر، واحط ربع معلقة صغيرة ملح. هقلبهم كده تقليبة كويسة علشان بقى الملح والبيكنج باودر يبقى في كل الدقيق. وهنا بقى يلا بينا كده نرجع للمواد السايلة تاني. هاخد بقى هنا كده حبة حبة كده من الدقيق. طبعا اكيد هحتاج مية، وانا بعد ما حطيت الدقيق كله كده على كوباية المية اللي انا حطيتها وعليها الخميرة وعليها السكر، انا احتاجت نص كوباية مية تاني. طبعا احنا مع بعض كده ماشيين واحدة واحدة. وبرضو ان شاء الله وانا بعجن هتشوفوا ان شاء الله ان انا برضو اخدت مية تاني. انا النهاردة استعملت كوباية ونص من المية. مقادير بسيطة وسهلة جدا. هعجن فيها بقى كده، احنا النهاردة بنعملوها من غير عجان، يعني هنعجن فيها على الاقل 7 دقايق كده او 10 دقايق علشان تدينا نتيجة حلوة. هعجن بقى كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين العجينة هنا جافة شوية، عايزة طبعا حبة مية. فاحنا بقى هناخد نص كوباية مية كده اللي احنا حطينا على جنب، وهنلم العجينة بقى وبعد كده هنعجن فيها. شايفين العجينة؟ اللهم بارك، جميلة جدا جدا ما شاء الله. عجنتها عجنة كويسة. بعد كده بقى هجيب كده البولة، هحط فيها حبة من الزيت، وهسيب العجينة هنا نص ساعة في مكان دافي لحد ما تخمر معانا. وبعد كده هنشكل مع بعض بقى، هنعمل منها كرواسون، هنعمل منها باتيه، هنعمل منها قرص بالعجوة وقرص بالسمسم. هنعمل منها بصراحة حاجات كتيرة وجميلة جدا جدا. وهنا بعد نص ساعة كانت العجينة خمرت. هنا بقى كده هقطعها كده دواير صغيرة. طبعا كده طلعت الهوا بقى منها خالص. ويلا بينا هنا بقى نقطع دواير صغيرة. حتى هنا طبق جنبي كده او صينية يكون فيها حبة من الزيت كده يكونوا صغيرين، علشان بس العجينة ما تلزقش مننا في قلب الطبق او الصينية. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اعمل كل العجينة اللي عندي كده دواير صغيرة. انت بقى حابة تكبري حابة تصغري براحتك انت. وهنا بقى هناخد اول كورة كده من العجينة بتاعتنا وهفردها، ودي اول حاجة هتكون القرص بالسكر. هنحط كده معلقتين سكر كده صغيرين. شايفين قد ايه بسيطة مقدرها، وقد ايه بجد ما شاء الله كيلو دقيق اعطانا كمية جميلة جدا جدا من المعجنات اللي تمشي معاكي بقى في المدارس، هتمشي معاكي فطار عشاء. بجد حاجة جميلة كده وخفيفة، وهتطلع معانا هشة وحلوة قوي زي ما انتوا شايفين. هنا هنعمل برضو بالعجوة كده، هنعمل كذا برضو شكل كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا فردت كده العجينة، وهجيب سكينة كده وهقطعها كده زي شرايط كده بالمنظر دوت. وبعد كده هيكون بقى عندي هنا العجوة. عندي هنا كده حتة عجوة برضو عملت بيها. انا كنت هعمل سكر بس بصراحة لما لقيت العجوة قلت لا ابدع بقى واعمل كده ايه كذا حاجة كده، يبقى كيلو الدقيق استفدنا بيه بحاجات كتيرة كده زي ما انتوا شايفين.
هقفل عليها كويس جدا، وده بيكون شكلها النهائي. بتبقى شكلها حلو جدا وهي نية وهي كمان مستوية. يعني بدعنا بكيلو دقيق عملنا ما شاء الله اللهم بارك كذا حاجة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله العجينة كمان طرية وحلوة جدا جدا. وده بيكون شكل بقى التشكيلة الحلوة من المعجنات اللي احنا عملناها. انا هنا معايا حبة من اللبن يكونوا دافيين، ومعايا معلقة من الزيت، معلقة من السكر، معلقة صغيرة من النسكافيه، وقلبتهم كويس جدا. وهو دوت اللي انا دهنت بيه الوش. وبعد كده حطيت حبة بعد كده هسيبهم 10 دقايق في مكان دافي لحد ما يخمروا. بعد ادخلهم على درجة حرارة 200. بعد كده هولع الشواية مش هتاخد معانا طبعا ثواني، وهتكون طبعا المعجنات بتاعتنا ما شاء الله احمرت وبقت جميلة جدا جدا. وهنا برضو هعمل كده قرصتين بالعجوة، يعني عملنا قرص بالعجوة وقرص بالسكر. ما شاء الله طلعت حلوة جدا جدا. برضو انا هنا كده يعتبر بحضر برضو الصاج التاني. طبعا ما شاء الله العجينة حلوة جدا جدا بجد روعة. معايا هنا مقص هنقص بس كده ايه حتة من العجينة من على الوش علشان تدينا شكل الأفران بالمنظر دوت بس. وهاخدها كده على الصاج على طول. طبعا لازم نسيب الحاجة لمدة 10 دقايق تخمر علشان تدينا نتيجة حلوة. قبل ما ندخلها الفرن لازم نسيبها تخمر. وهنا هنعمل الباتيه. والباتيه بقى هنا عايز تعمليه بالعجوة، عايز تعمليه بالجبنة، عايز تعمليه بأي حاجة انت حابة بيها، بالشوكولاتة اعملي براحتك. انا هنا برضو هعمل كده منه بالعجوة لان العجوة بتبقى طعمها حلو جدا جدا. هنا يا دوبك هعملها كده وهقفل عليها وهلف على طول كده بالمنظر ده. وده بيكون شكله ما شاء الله بيبقى حلو جدا جدا. شايفين ما شاء الله بيبقى عامل ازاي؟ برضو حلو جدا طلع ما شاء الله اللهم بارك طري وجميل جدا جدا. يلا بينا نعمل هنا برضو واحدة تاني كده. اهم حاجة ندي بس الحاجة حقها ان هي تخمر شوية، وبعد كده هتبقى حلوة جدا جدا معانا. هتبقى اي معجنات بتعمليها هتبقى هشة وحلوة قوي. وهنا اخر حاجة بقى هعملها باخر حتة عجينة اتفضلت معانا. واحنا هنعمل دلوقتي طبعا الكرواسون. لقيت عندي شوكولاتة في التلاجة، قلت بالمرة بقى ايه نبدع كده من كيلو الدقيق اللي كان عندنا ونعمل كمان كرواسون بالشوكولاتة. وهنا انا عندي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة، حطيت الاتنين مع بعض بيدوا طعم تحفة بجد. هقفل عليه بالمنظر دوت وعلى طول على الصاج. واهم حاجة برضو التخمير في مكان دافي. انا دلوقتي بعجن في الميكروويف، فطبعا اي صاج او اي صينية انا بخلصها بحطها على الميكروويف من فوق. بسم الله ما شاء الله ما بتاخدش معايا وقت خالص، يا دوبك الصاج بيطلع او الصينيه بتطلع بحط اللي بعديها على طول. ليه؟ لاني انا حاطه الحاجه في مكان دافي فبتطلع ما شاء الله جميله جدا جدا. اهم حاجه طبعا التخمير، لان هنا التخمير ما شاء الله بيدي للمعجنات هشاشه جميله كده، وبتبقى المعجنات معانا هشه وبتبقى حلوه جدا جدا. انا هنا برضو هعوز كده الوش بالمنظر دوت علشان بقى يحمر ويطلع معانا حلو. اللي حابب ان هو يسيبه ساده يسيبه، اللي حابب ان هو يحط سمسم زي يحط. بس والله بامانه طلعت شويه معجنات تحفه بجد. بدل طبعا ما نشتري بالغالي، احنا باقل التكلفه حبه دقيق وميه عملنا ما شاء الله كميه حلوه جدا جدا. وده بيكون شكلها طبعا القرص بتاعتنا بعد ما بتطلع من الفرن بيكون شكلها الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله ريحة وطعم بجد تحفة جدا. عملنا ما شاء الله كذا حاجة زي ما انتوا شايفين. وكمان كيلو الدقيق شايفين ما شاء الله القرص عاملة ازاي، وكمان ما شاء الله السوا بتاعها حلو جدا جدا. دي طبعا القرص اللي بالسكر ما شاء الله. لو ما فيش عجوة ممكن ان احنا نعمله كله بالسكر. انا عايزة اقول لكم اللي بالسكر بتبقى طعمها حلو جدا جدا. عاملة طبعا زي بتاعة الافران مع فنجان شاي بلبن، هتبقى حلوة جدا جدا الصبح بأمانة. بتبقى طعمها بتبقى حاجة خفيفة كده وبتبقى حلوة. شايفين ما شاء الله شكل القرص بتبقى عاملة ازاي جميلة، ولونها كمان حلو جدا جدا ما شاء الله. كيلو الدقيق عملنا بيه حبة كده معجنات حلوة جدا جدا، تمشي معاكي بقى للمدارس وتمشي معاكي للمصايف، تمشي معاكي للفطار وللعشاء. بتبقى حاجة حلوة جدا جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها عامل ازاي.
وطرية كده وهشة، وبجد طعمها تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين ده بيكون فيديو النهاردة، فيديو سهل جدا. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. أشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.